فوق على دماغي من فوق. انا بقول كلمه حق ما بقى على دماغي. انما ده احنا في ماتش كوره وفرقتين ودوري. هيعمل كده مع سيد الحفيظ؟ انا بقول لحضرتك والله انا بسالك هيعمل كده مع سيد الحفيظ؟ هيعمل كده مع اي لعيب تاني؟ ايه ده؟ بصوا المنظر. لا يا راجل، لا يا راجل، ده فساد. وعصام صيام ده لازم يمشي النهارده. عصام صيام افسد التحكيم لاخر درجه، واحنا بقالي شهر ونص بقول عصام صيام لازم يمشي. النهارده شفنا المنظر ده. سيبك بقى من التحكيم وسيبك من القرارات وسيبك من لعبه تبقى ضربه ركنيه تبقى اوت مش مشكله، كل ده كلام فارغ. اي لاعب يغلط فيه، انما المنظر ده منظر حكم نازل الماتش علشان يؤدي التحيه للمدرب ده ويؤدي التحيه للفريق بتاع المدرب ده. حاجه الحقيقه حقيره. هذه اللقطه لقطه حقيره لكرة القدم في مصر. هذه هي كرة القدم في مصر. لقطة حقيرة، تصرف حقير من حكم المباراة، تصرف لا يصدر من أي حكم بيحترم نفسه أو يحترم مكانته أو يحترم الفريق المنافس أو يحترم اللعبة. هذا التصرف لا يصدر إلا من شخص لا يحترم أحدا على الإطلاق. واحنا في انتظار ماذا سيحدث من اتحاد كرة القدم، ماذا سيحدث من لجنة الحكام المشبوهة تجاه هذا التصرف الذي شاهدناه. لا عايزة لجنة انضباط ولا عايزة لجنة مسابقات ولا الصورة اهي. وهنشوف الحكم ده هيحصل فيه ايه. اللي هو لا انا كابتن احمد الكاس، انا قلت قبل المباراة ايه على